تكون في نهايه هذا اللقاء؟ الحقيقه برضو انا بأشير يعني اذا كان حزب السلامه من 2000 ومن سنه 2000 وبرنامجه كتب في هذه الفتره، فحزب الوسط بس احنا قراراته من 20 سنه بنشتغل قبلكم برضه، احنا عايزين ناس من 20 سنه ومن 30 سنه وناس جديده وناس حديثه. حزب الوسط الحقيقه الذي سطر في تعاقب اجيال وتواصل اجيال مستمر يعني. وكان برضه الحقيقه من ضمن التعديلات الدستوريه التي يعني الحمد لله نعتبر من ثمار الثوره، كانت بالنص وكانها بالنص من ضمن مطالب برنامج كنترول يعني حزب الوسط. لكن انا بقول الحقيقه في بالنسبه لقانون الاحزاب حضرتك اللي تحاورنا عليه، ان هذا القانون الحقيقه جيد، سيؤدي الى افراز احزاب جاده، وذلك من خلال وضع هذه الشروط. ولا لا اعتقد مفيش لجنه احزاب بقى لا اعتقد انها شروط تعجيزيه. موجود. الحزب الجاد هو الذي يستطيع ان يكون له 5000 عضو، وخاصه بعد الثوره. نعم. الحقيقه 1200 عضو اللي احنا منينا بيهم في اخر تقديم الانتخابات لاخذ الرخصه كانت صعبه جدا جدا طبعا قبل الثوره، فكون ان النهارده بعد الثوره يكون 5000 عضو من 10 محافظات، نعم. فدي الحقيقه امر هين ويسير. نعم. كذلك انا بس ليا ملحوظه في قانون الاحزاب وشايفها من باب يعني الرأفه بالاحزاب، وهي النشر في صحيفتين يوميتين وساعه الانتشار. انا بقول يكتفى بصحيفه واحده وساعه الانتشار، وتكون الاعلان الثاني في جريده الكترونيه لتخفيف العبء ايضا. يا اما الصحافه تعمل لكم تخفيض بقى مثلا الاحوال اللي زي كده مثلا الحقيقه ان بالنسبه لقانون الاحزاب بوضعه الحالي ستكون الفتره القادمه ستشهد افراز طبيعي للاحزاب الجاده. اما الاحزاب القديمه التي كانت موجوده منها من سيقوى ومنها من سيضمحل تماما. نمره 3 حضرتك انا ضد فكره يعني ان كنت يعني البعض يعني